فيفا يضع محمد صلاح ضمن 10 لاعبين مرشحين للتألق في كأس العالم بأمريكا. الصحافة الإسبانية: العروض السعودية لصلاح ستكون أقل من الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه التهديفي. جياني أنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في كأس العالم رغم التوترات السياسية. تقارير: ريال مدريد يبحث عن مدرب قوي للسيطرة على غرفة الملابس بعد تراجع النتائج. أيمن يونس ينتقد لاعبي مصر ويطالبهم بالتعلم من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والتركيز على الأداء بدل الأزمات. المجلس الأعلى للإعلام يوقف أسامة حسني شهراً ويغرم قناة الأهلي 100,000 جنيه بسبب تصريحاته. محمد عادل ينتقد أوسكار رويز ويؤكد أن بعض الحكام يغيرون قراراتهم لإرضائه. النادي الأهلي يستأنف التدريبات بعد راحة 4 أيام مع تركيز إداري لإبعاد اللاعبين عن الأزمات. الجهاز الفني يستغل فترة توقف 10 أيام لعلاج السلبيات وتحسين الأداء. محمد الشناوي يتدرب بقوة رغم إيقافه 4 مباريات أملاً في تخفيف العقوبة. محمود حسن تريزيجيه: المباريات ال4 المتبقية كؤوس ولا تحتمل أي فقدان تركيز. طبيب الأهلي: كريم فؤاد يقترب من العودة بعد المرحلة الأخيرة من التأهيل. أحمد نبيل كوكا يعود للتدريبات بعد التعافي. الأهلي ينفي حسم منصب مدير الكرة ويؤكد دعم الإدارة الحالي واستمراره وارد. وساطات لتهدئة أزمة الأهلي واتحاد الكرة بشروط أهمها: سماع تسجيلات فار، التحقيق مع الحكم، تخفيف عقوبة الشناوي، تغييرات في لجنة الحكام. مفاوضات مع مهند علي لكن اللاعب يؤجل قراره لما بعد كأس العالم. اتفاق مع عصام سراج الدين لتولي إدارة التعاقدات. اتجاه لضم نجوم سابقين مثل فلافيو أمادو وجيلبرتو وأنيس بوجلبان لقسم السكاوتينج. الأهلي يبحث عن جناح أجنبي أعسر قوي لحل أزمة المباريات المغلقة. عمر الساعي ينفي اشتراطه اللعب أساسياً ويؤكد التزامه. انتقادات من محمد فضل ومحمد عبد الجليل لإدارة الأزمة مع اتحاد الكرة وطريقة التعامل مع الحكام. الإسماعيلي يرفض فكرة الدمج مع أندية الشركات للحفاظ على هويته. أيمن الشريعي ينتظر عروضاً رسمية من الأهلي لضم لاعبي إنبي. عرض من شباب لوزلاد لعلي ماهر لتدريب الفريق الموسم المقبل.